الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحية مستحقة لأهلنا في مصر نزجيها من جنوب الوادي، كما قال شاعرنا العباسي: مصر وما مصر سوى الشمس التي بهرت بنورها كل الورى، ولقد سعيت لها فكنت كأنما أسعى لطيبة أو إلى أم القرى، فارقتها والشعر في لون الدجى، واليوم عدت به صباحا مسكرا، 70 قصر في الخطى وتركنني أمشي الهوينا ضائعا متعثرا، يا من وجدت بحيهم ما أشتهي، هل من شباب لي يباع فيشترى. وأرجو أن لا تكون هذه التحية مقصورة من الدقائق. شكر الله لفضيلة الإمام الأكبر حسن هذه الدعوة التي في ترتيب الأولويات هي دعوة لترتيب البيت السني من داخله. وقد أطلقنا الحديث عن الحوار مع الآخر دون أن نقدم نموذجا للحوار مع الذات. والحوار مع الذات أنماط ومراحل. أولها أن نعمل على حسن إدارة الحوار الداخلي بين أهل العلم والدعوة والتيارات العاملة في الحقل الإسلامي، لأن غياب النموذج في حسن إدارة الخلاف يكون من باب الصد عن سبيل الله. فكيف ونحن نتدرج بحسن إدارة الخلاف من دائرة البيت السني إلى دائرة مكونات أهل القبلة، إلى دائرة الانتقال بأولويات الأمة التي تعصفها الخلافات ليس على الإطار المذهبي، بل خلافات تلتقط فيها أرض الإسلام من أطرافها، فقطر ينشطر جزء منه، وحراك في بلد آخر يودي بتمزقه، ودولة أخرى تقوم على أساس المحافظة الطائفية، ودولة ينشأ الخلاف فيها على أساس الاستعلاء العرقي. يقولونها هنا صراع بين عرب وأفارقة، وهنا صراع بين عرب وتركمان وأتراك، وهنالك صراع بين عرب وفرس، وآخر بين عرب وبربر. هذا الصراع، هذا الخلاف الذي قد يكون من باب الاستعلاء العرقي أو القبلي أو الجهوي أو الطائفي أو المذهبي، تلتقط فيه أرض الإسلام. ولذلك نحن نطمح إلى أن تكون هذه المبادرة من باب أول القطرة التي ينسكب بعدها غيث الوحدة التي تلم هذا الشتات على كل أطرافه. نود أن نؤسس من خلال هذا الملتقى إلى قاعدة بالغة الأهمية، وهي قاعدة بناء المفاهيم وضبط المصطلحات. هذه المشكلة التي وقع الناس في اختزال مخل. مفهوم الانتماء إلى السلف الصالح تحول من منهجية واسعة رحبة إلى مذهبية ضيقة. منهج السلف الصالح الذي وسع رخص ابن عباس وعزائم ابن عمر وفقه أبي حنيفة وأثرية ابن حنبل ومقاصدية الشاطبي ورقائق الغنيف وفلسفة الغزالي وفقه ابن تيمية، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدين، تحول إلى مذهبية ضيقة جعلها الناس عنوانا لبعض الخيارات في فروع العقيدة أو مسائل الفقه، عنوانا إلى الانتماء، فاختزل المنهج إلى مذهبية ضيقة. مفاهيم أخرى بعضها بني على نصوص اختلف في صحتها مثل حديث افتراق الأمة، وبعضها صح فيه النص ولكن اختزل المعنى كالطائفة الظاهرة والجماعة المسلمة، فأصبحت عنوانا لتخندق حزبي ضيق أخرج
عموم الأمة من سعة المفهوم إلى ضيق هذا التخلق الذي أورث الأمة ألوانا من التبديع والتفسيق والتفضيل والتكفير. وإذا أردت أن تجد أسلحة الدمار الشامل المعنوية فانظر إلى قائمة من عناوين الكتب التي تذكر بها المكتبات من السيف الصقيل إلى السيف البتار إلى البومب الألماني، وكل ذلك في حوار حول قضايا التي يسعنا أن نأخذ فيها ببعض الآراء وأن نتبادل فيها مختلف الفكر. إذا نحن محتاجون أن نقيم الحجة على مستوى العلماء والدعاة وطلبة العلم إلى حسن إدارة الخلاف، إلى توسيع قاعدة المشترك، إلى الإعدال في مواطن الاختلاف، إلى أن نؤكد تلك المعاني السامية التي قام عليها أسلافنا. كما قال الإمام أحمد: لم يعبر الجسم مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. وكما قال الشافعي: يا فلان ألا يسعنا أن نكون إخوانا وإن لم نتفق على مسألة واحدة؟ نحن نريد أن نستدعي هذا النوع من أدب الخلاف، لا أن نعيد إنتاج مسائل الخلاف لتكون عنوانا لتشظي الأمة الذي يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح. نحن أيها الأحباب ننطلق من هذه القاعدة لتجميع طاقات الأمة لمجابهة التحديات المعاصرة، وما أكثرها تحديات تتعلق بإعادة الإصلاح الشامل بكل مشتملاته ومضامينه وأحواله في الأمة: الحكم الرشيد، العدالة الاجتماعية، إزالة التخلف، صناعة بناء الإنسان وصياغته في عقله، في دمه، في روحه، في جسده، في عافيته، في وجدانه، في كرامته، أن نحقق أن نرسم الفجوة بين العلاقة المأزومة بين الحاكم والمحكوم، أن نعيد الأمة من حالة التخلف والتراجع الحضاري إلى حالة الريادة، أن نقيم معركة تحرير الإرادة، أن نحقق إرادة التغيير، وأن ننتقل بها إلى إدارة التغيير عبر منهج سلمي إصلاحي يرفض عنف الكلمة وعنف الممارسة، أن نحقق النهضة الشاملة لننتقل بالأمة من دائرة الوجود العاجل إلى دائرة الشهود الفاعل. كل هذه التحديات تنتظر علماء الأمة، تنتظر القادة الطوعيين فيها. فإذا لم نستطع أن نحسن إدارة الخلاف في قضايانا فنحن من باب أولى لا نستطيع أن نتصدى لهذه القضايا الكبرى، هذه الفروض الكفائية المعطلة في الأمة التي تتعلق بنهضتها الشاملة. الشيخ محمد عبد الإمام المصلح المجدد قال: ذهبت إلى الغرب فوجدت 100 أسطول حربي ودينهم يقول: من ضربك على خدك الأيمن فأجر له خدك الأيسر. وجئت بلاد المسلمين فبدل أن أجد 100 أسطول وجدت 100 مسطول ودينهم يقول: بين الأساطير والمساطير. وهذا دلالة على أن العقل في غيبوبة يحتاج إلى إعادة بنائه وتشكيله مرة أخرى من خلال إعادة بناء المفاهيم وإعادة مفهوم الأمة الذي يقوم على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. فالنمل تبني قراها في تماسكها، والنحل تبني رحيق الشهد أعوانا. ليس إلغاء الخلاف ولا محوه ولا إقصاء المخالف ولا تهميشه، ولكن حسن التعاطي مع هذه القضايا بروح العلمية والموضوعية وبروح رعاية الأدب وتوسيع قاعدة المشتركات، حتى نقدم نموذجا من بعد ذلك انتقالا من الحوار مع الذات إلى الحوار مع الآخر من خلال هذه القاعدة الصلبة التي نحن أحوج ما نكون إليها. فهذا هو التحدي الذي يواجهنا، ونرجو أن يكون الأزهر بهذه البادرة الكريمة جامعا وجامعة أن يقود مسيرة الإصلاح في بناء الفكر الإسلامي الصحيح الذي يرتبط بالأصل ويتصل بالعصر
ويسعى لإقامة مشروع النهضة الذي يقوم على العقيدة الموافقة للفطرة وعلى العبادة الدافعة للعمارة وعلى العقل المبتدئ بالوحي وعلى الأخلاق المترقية بالإنسان وعلى الخير المتوشح بالجمال. والسلام عليكم ورحمة الله.